الجونة بضربة جزاء احتسبها الحكم سمير محمود عثمان، وحرس الحدود يفوز بهدف وحيد على فريق سموحة. أحمد عمران تقدم، ثم ضربة جزاء لفريق النادي المصري احتسب منها الحكم سمير محمود عثمان ضربة الجزاء تصدى لها الياسو ليسجل الهدف الأوحد وهدف التعادل لنادي المصري. تنتهي المباراة. نشوف اللعبة كده. ضربة جزاء طبعا، ضربة جزاء ما فيهاش كلام، ما فيهاش فصال يعني. بس هو الظاهر الناس في مصر ضربة في دفعة، ضربة جزاء وسمير عثمان على بعد خطوتين ما فيهاش كلام. بنالتي ملهاش لازمه، بنالتي تهور بلا لازمه، تهور بلا داعي، يعني اللي اتعاقب عليه هو الاخ. انا بستغرب هنا على الانذار. الانذار ما فيش لعبه، مش لازم كل فاول بانذار، مش كل ضربه جزاء بانذار، واحد زقه. نعم معاك حق، لكنها ضربه جزاء صحيحه 100%. نتعرف على اجواء اكثر من زميلنا محمد سليمان من استاد النادي المصري، ونحن نتابع هدف حرس الحدود في شباك نادي سموحه، خطا لا يغتفر من محمد العربي حارس مرمى نادي سموحه. الظاهر ان احنا حسدناه الحقيقه غير موفق منذ عوده المسابقه حتى الان. محمد، ايه الاجواء عندك بعد التعادل وخساره المصري نقطتين ثمانيتين